سجن يدخله الرجال والنساء معا. سمعنا كثيرا عن ويلات السجون وصعابها وقسوتها، إلا أننا لم نسمع عن تواجد الرجال والنساء معا في سجن واحد. لكن أين يوجد هذا السجن؟ يقع هذا السجن في دولة بنين التي تقع غرب أفريقيا. حدود بلادها تقع مع توغو ونيجيريا وبوركينا فاسو والنيجر. لا يمثل الإسلام إلا 24% من هذه الدولة. لكن ما هو هذا السجن المشين؟ هو سجن كوتونو، وهو السجن الأغرب في العالم، وأغرب ما فيه عن سجون العالم بأجمع أنهم وضعوا الرجال والنساء معا في سجن واحد، فهو أخطر سجن في البلاد بأكملها. تم إنشاء هذا السجن ليتسع إلى 400 سجين، إلا أنه يحتوي على 2400 سجين من الرجال والنساء. لذلك تكررت حالات الاختناق كثيرا أثناء النوم بسبب وصوله على أعداد كبيرة تفوق استيعابه بمراحل، فيجبر الأمر السجناء على النوم بشكل ورديات، وهذا الأمر يجعل ظروفهم المعيشية سيئة للغاية. أكثر من 90% من السجناء ينتظرون محاكمتهم، ولكن هذا الأمر يستغرق سنوات وسنوات نظرا لمنظومة القضاء الهشة هناك. أحوال بلادهم سيئة للغاية، مما يجعل حياة السجناء أصعب بكثير من حياة المواطنين العاديين. يموت الكثير من السجناء بسبب الأمراض المنتشرة داخل السجن، وأكثر ما يزداد الأمر سوءا هو تواجد النساء والرجال معا. يموت السجناء أيضا بسبب الاختناقات المتزايدة أثناء النوم، بسبب ضعف التهوية وعدم توافر الرعاية الصحية والغذائية. بالرغم من كل ما يحمله هذا السجن من صعاب، إلا أن تواجد النساء والرجال معا في مكان واحد جعله ملاذ للأمراض، وصار الأمر غير مقبولا على الإطلاق.